فيلم ألايف. تبدأ قصة الفيلم بكوريا الجنوبية مع شخص كسول اسمه جون، وهو يفيق من النوم وما يشوف أهله، فيقرر كالمعتاد يلعب ألعاب ويبث على مواقع التواصل الاجتماعي. بس أصدقائه يلي يلعبوا معه يتعجبوا لأنه هو داخل أخطر منطقة بالعالم وما له مهتم. فيحكوا له انت شو عم تسوي؟ روح شوف الأخبار. وهون يقوم جون يشوف الأخبار، والدولة تحذر المواطنين بهاي المنطقة بانتشار الزومبي، والدولة ترسل رسائل تحذيرية للموبايل. ويطلع جون من البلكونة يشوف الزومبي معبين البنايات والناس عم تموت بكل مكان يلتفت إليه. ناس تموت بسبب الزومبي وناس تنتحر، فينصدم من المشهد. حتى الدفاع المدني لما يجي يخبط بالسيارة تنفجر. والموت صار شي سهل بهاي المدينة. وبهاي الأثناء يشوف بنت تحضن أمه ويفرح لأنه شاف ناس بعدها عايشة معه. بس البنت تعض أمه وتقتلها لأنه هي صابتها عدوة الزومبي. فيروح جون لباب البيت ويشوف إذا في حدا قريب عليه، بس يجي واحد عليه ويدخل البيت ويطلب منه المساعدة. فيطلب منه انه يظل معه بالبيت لانه اهله انعضوا وصابون الفيروس. بس جون ما عم يعرف شو اللي عم يصير فيه وهو بحلم ولا بواقع. فما وثق فيه وطرده برا البيت. لكن هذا الشخص طلب منه يستخدم الحمام وقال له انا ما صابتني العدوى، وجون يوافق. وبهاي الاثناء التلفزيون كان مشتغل على الاخبار، وسمع من خلال الاخبار انه اعراض مرض الزومبي هي نزيف دموي بالعين واكل لحوم البشر. وجون ظل يشك بهذا الشخص، فركض واخذ السكين وهدد هذا الشخص وخلاه يشلح الكفوف من ايده. وشاف علامة عض الزومبي على ايده وجبره يطلع او يقتله. لكن هذا الشخص وهو عم يطلع من البيت بدت عليه الاعراض، وبدأ نزيف الدم وينزل من عينه، وتحول من انسان مسالم الى زومبي كامل. وهجم على جون، ولكن يدافع عن نفسه ويحضنه ويطلعه برا البيت ويسكر الباب ويمسكوا واحد زومبي كبير ويظلوا يتضاربوا الاثنين. وبهاي الأثناء بدأ جون يحمي نفسه، فجاب ثلاجة وخلاها على الباب حتى الباب ما ينفتح بسهولة. وبدأ يحاول يتصل على أهله لكن بدون فايدة لأنه الشبكة كانت ضعيفة وما راح يقدر يصلن. والدولة تعطيهم تعليمات من خلال الأخبار وتقولهم لازم تخزنوا أكل لمدة 60 يوم وتصبروا بهاي المدة. ويبلش جون يقسم الأكل يلي عنده ل60 يوم، لكن للأسف الأكل يلي عنده ما بكفي ل10 أيام. وهون جون صار عنده يأس وضاج من الوضع يلي عم يمر فيه. فاجته فكرة براسه انه ياخذ بذور الفاكهة ويزرعها، بس الزرع راح يطول اكثر ولغى الفكرة. وباليوم الثاني جون وهو عم يتصفح بالانستغرام شاف ناس كتير تطلب المساعدة، وهو عمل مثلهم، بس المشكلة ما في شبكة. فاجته فكرة انه ينشر المنشور ويلزق الموبايل بطيارة الدرون ويطير فوق البنايات حتى يقدر يلتقط الشبكة. وبالفعل فكرته نجحت واجت الشبكة، لكن لسوء الحظ الموبايل خلص شحن. ولما اجى الليل شاف شرطية بالساحة وهي تقاوم الزومبي وتقتلهم بمسدسة، بس المسدس يخلص رصاص وتبلش تعبيه. لكن الزومبي تجي عليه وتبلش تاكله، وهو يبلش يصيح مشان الزومبي يتركها ويجي على صوته، لكن بدون فايدة لأنه الزومبي كان مصر على قتل الشرطية وظل المسدس بالأرض. وجون فكر يروح ياخده ويستخدمه كوسيلة دفاع، لكن هاي الفكرة ممكن تقتله ولغاها. وهون يجي الزومبي للبيت بسبب صوته العالي ويبلشوا يفتح الباب، ويروح جون يسند الباب، لكن الزومبي كان أقوى منه وركض باتجاه الشباك وعمل حاله ينط. ويجا الزومبي يركض عليه ووقع من الشباك ومات. وبلش جون يصلح الباب الخارجي ويسجل فيديوهات يحكي فيها عن اللي عم يمر فيه بهالأيام. وباليوم السابع تعلم جون كتير شغلات عن الزومبي، وعرف العدوى تصير عن طريق الدم، وعرف انه الزومبي يتذكروا كل شي قبل ما تصيبهم العدوى. وبهاي الاثناء المي تنقطع بالمنطقة، وجون استخدم الكحول بدل المي وبقى سكران طول يومه. ولما صحي جون من السكر غطى الشبابيك كلها حتى الزومبي ما يشوفه، وخلى فتحة صغيرة مشان يشوف من خلالها تحركات الزومبي. وصباح تاني يوم جون وصل لمرحلة عالية من اليأس، بس فجأة تجي رسالة على الموبايل من أهله فيحكوله نحن بخير بس أنت دير بالك على نفسك. وفرح ورجعت معنوياته ارتفعت، وطلع سماعات البلوتوث مشان يتصل بأهله ويبعد الموبايل حتى يلتقط شبكة، بس بدون فايدة وأي إشارة ما في. والزومبي تشوفه تبلش تتهجم عليه ويرجع للغرفة ويبلش يكسر الأغراض. فيقرر يطلع برا البيت ويقتل بالزومبي لأنه وصل لمرحلة انهارت فيها أعصابه. ويلتفت على يمينه ويشوف الشخص اللي طلب منه يبقى معه بالبيت، ويلتفت على يساره ويشوف كل الزومبي تتقرب عليه لتقتله. فيحاول يهرب وراح للمصعد، بس يطلع زومبي من المصعد وناس تضرب ناس وتصير فرصة حتى يهرب. ويطلع له زومبي تاني لحسن الحظ يطلع أعمى، وهذا يعتمد بس على الصوت. وجون يتغبى بمكان صغير حتى يحافظ على حياته. ولما راح الزومبي جون دخل على البيت وسكر الباب، والزومبي سمع صوت الباب ورجعوا عليه وظلوا يضربوا الباب حتى يفتحوا، بس جون قاوم ومسك مسكة الباب بقوة حتى ما ينفتح. وباليوم العشرين تنفجر محطات الطاقة الكهربائية كلها بالمدينة، والأضواء كلها طفت بالمدينة وصارت عبارة عن ظلام دامس. وبهاي الأثناء جون وصل لمرحلة من الانهيار النفسي وقرر ينتحر، وربط الحبل وخلاه براسه. بس بهي الأثناء يشوف ليزر يضرب بوجهه، وانصدم وبعد الحبل لأنه عرف إنه في حدا عايش معه. وشاف من الشباك بنت مقابل السكن تضوي عليه بالليزر، وهي البنت اسمها كين، وهي متخذة كل الإجراءات اللي ممكن تنقذه وكل الأدوات اللي بتدافع فيها على نفسها. وكين عاملة كمين قدام الباب لكل شخص يفكروا يدخل من باب بيتها.
وتبلش كين تستكشف كل البيوت اللي حد جون حتى تعرف وين يتواجد الزومبي أكتر شي، ويبلشوا يكتبوا أساميهم بالموبايلات حتى يتعرفوا على بعض، ويتفقوا يعملوا خطة حتى يتبادلوا الأكل. وكين تلف حبل بكرة التنس وتنزلها من البناية، بس لسوء الحظ الكرة تقع جوا جنب الزومبي، وجون يستخدم طيارة الدرام تبعه حتى يوصل الحبل، وبالفعل تنجح الخطة ويربطوا الحبل، وقدروا يتبادلوا كل احتياجاتهم بيناتهم. وبهاي الأثناء الزومبي يشوف الحبل، ورجل الإطفاء متحول زومبي يمسك الحبل، والحبل مربوط بطاولة الطعام، والزومبي يسحبه بقوة فيضرب كين، وكين تفقد الوعي. والزومبي يبلش يطلع لبيت كين من خلال الحبل، وجون زت عليه قنينة حتى يلهي لكن من دون فايدة، والزومبي مقرر الصعود لبيت كين. وجون يستخدم طيارة الدرون حتى يلهي فيها الزومبي، ولكن الزومبي يمسك الطيارة ويكسرها ويكمل طريقه باتجاه كين. وبآخر لحظة كين تصحى من الغيبوبة وتضرب الزومبي ويقع ويموت. وهون يقرر جون يطلع من البيت حتى يدور على احتياجاته من الأكل والشرب، ويشد البيل براسه ويقتحم بيت اللي جنبه. وهون لقى ثلاجة مليانة أكل، وهذا أجمل منظر شافه، ولقى معدات كاملة ممكن تنقذ حياته وكلها المقدمات على طبق من ذهب. وفات لغرفة وشاف جثة، ولما شافها لقاها زوجة جاره، بس يجي جوزها وهو متحول ويهجم عليه، لكن يقدر ينقذ نفسه بآخر لحظة ويرجع للبيت ويسكر الباب. وتاني يوم جون يرسل جهاز اللاسلكي لكين مشان يتواصلون، ويبعت له شوية من الأكل اللي جابه يبلشوا يحكوا مع بعض. وبهاي الأثناء كين تلاحظ الزومبي كله يجي على البناية اللي هي فيها، فأنطت خبر لجون وتحكي له الزومبي كلهم راح يهجموا علي، ولازم انا ما اطلع اي صوت. ومسكت قطعة مشان تدافع فيها عن نفسها، لكن لسوء الحظ تضرب الدولاب ويطلع صوت، والزومبي كلهم يسمعون الصوت ويرجعوا لها. بس جون تصرف بمهارة واتصل على تليفون جيران كين، والزومبي كلهم يتوجهون لجيران كين، وبهاي الحال نقذ حياتها. ويبلشوا جون وكين بتصميم خطة جديدة حتى يخلصون نفسهم، لأنه هذا مو حل إنه يظلوا بهاي الغرف وينتظروا حدا يساعدهم. فاتفقوا يطلعون من الغرف ويطلعوا على سطح البناية اللي موجود فيها جون. وجون يطلع ويخلي الباب مفتوح، يبلش يضرب فيهم، وكين ربطت حالها ونطت من الشباك وبلشت تقاومهم وتضرب فيهم، لكن كين تقع بالأرض وتشوف المسدس تبع الشرطية وتركض عليه وتاخذه، بس يجي الزومبي يضربها ويوقعها. ولحسن حظها كان جون قريب منها ويبلش يضرب بالزومبي ويبعدهم عنها، وكل الزومبي يجتمع حواليهم، وكين وجون يقاوموهم بكل قوتهم. وجون ياخذ كين بسرعة ويطلعوا للبناية ويصعدوا للمصعد وتوجهوا للطابق الأخير قبل السطح، والزومبي كلهم يركضوا وراهم لاحقينهم وهم بدهم يقتلوهم. بس المشكلة ولا باب مفتوح وكلهم مقفولات، لكن فجأة ينفتح باب ويسحب كين لداخل الغرفة، ويجي جون ويقفلوا الباب عليهم. ويبلش هذا الشخص يعطيهم المي والأكل ويقولهم ذكروا بالأخبار إنه جيش كامل يتحرك حتى ينزل لهاي المدينة، والطيارات راح تحلق بأجواء المنطقة كلها وتنقذ الناس اللي بعد ما صار فيهم الفيروس. ولما سمعوا جون وكين فرحوا كتير، وفرصة إنقاذهم ازدادت. وجون وكين ما لن واثقين بهذا الشخص وما شربوا المي اللي قدمها إلهم، فانتظروا حتى يشرب المي. بعدها هم شربوا وراه وطلبوا منه أكل معلب وأعطاهم، وقعدوا ياكلوا بسرعة لأنه كانوا كتير جوعانين. بس هذا الرجال كان مخلي مخدر بالأكل، وخدر جون وكين وربط إيدهم، وسحب كين لزوجته المتحولة حتى تاكلها. وبهاي الأثناء كين تقعد من المخدر وشافت المنظر المخيف قدامها. وجون هون قعد وسحب المسدس اللي بإيده ووجهه بوجه هذا الشخص وقال له يا تترك كين يا أقتلك، لكن هو ما خاف من المسدس وفتح الحبل يلي على زوجته وهجمت على كين، ونامت فوقها حتى تاكلها. وتسكر الباب وبلشت كين تقاومها وما استسلمت بسهولة، لكن فجأة الصوت انقطع بالغرفة. فهذا الرجال فتح الباب حتى يشوف شو اللي صار، ويشوف زوجته جاية بوجهه ونامت عليه وقتلته. وهون كين وجون فقدوا كل أملهم بالحياة وما عندهم يقين يعيشوا أو يقدروا يتخلصوا من أسوأ كابوس حقيقي بحياتهم. فكين تعطي المسدس لجون وتقول له اقتلني وخلصني وما أقدر بعد أعيش بهيك حال. وجون ياخذ المسدس ويحاول يضربها، لكن الأمر كان صعب عليه. بس فجأة يسمعون صوت هليكوبتر ورجعوا لهم الأمل وفرصة حياتهم تزيد، وبسرعة يطلعون من الشقة وهم يدفشون العربانة حتى يبعدون الزومبي عنهم، ويطلعوا للسطح عن طريق الدرج، والزومبي وراهم. وأخيرا وصلوا للسطح وقفلوا الباب عليهم، لكن ما في أي وجود للطيارة اللي سمعوها. والزومبي وصل للباب وظل يضربه حتى فتحه، وجون ما استسلم وظل يقاومهم ويضرب فيهم ويبعدهم عنهم. لكن فجأة تطلع الطيارة وراهم ويبلشوا يقتلوا بالزومبي واحد واحد، ويسحبون كين وجون للطيارة، وأخيرا ركبوا بالطيارة وقدروا ينقذون حياتهم من الموت المحقق لهم بهاي المدينة، وقدروا يتخلصوا من أسوأ كابوس راح يمر بحياتهم. ولهون تكون نهاية الفيلم. لا تنسوا الاشتراك واللايك مشان نقدر نقدم أفلام أكتر.